السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نخرج برا نطاق الاكل شوية نشاط ونغسل المواعين اللي قدامنا دي. من وقت للتاني كده ممكن نتفرج على الفيديوهات دي، بحيث ان اللي فيه كسل او اللي مش قادر تعمل حاجة، لما نتفرج على فيديوهات زي دي بتشجعك ان انت ممكن تقومي تخلصي حاجتك، تديكي باور كده، بتبقى لذيذة صراحة. واهم حاجة في المواعين، ان انت اهم حاجة قبل ما تحطي المواعين في الحوض لازم لو في رز، في طبيخ، اي حاجة تقدر تبهدل المواعين وتبهدل السلكة وتبهدل الحوض بتاعك او السدادة بتاعتها، بتنفضيها وتحطيها في كيس الزبالة. وبتبتدي بقى بالحاجات الخفيفة، يعني لو الموضوع فيه حلل، فيه حاجات فيها دعك، لا بنخلص الكوبايات بالمعالق، بعد كده نخش على الاطباق والحاجات اللي زي مثلا طبق الاستانلس الكبير ده، ويعني اهم حاجة يبقى فيه ترتيب وفيه نظافة المواعين قبل ما بتعمليها، عشان الموضوع ده هيرجع عليكي بالاخر ان انت هترتاحي. ولو في حاجة محتاجة نقع بتنقعيها. دي بتبقى حاجات كده تكات بتخلي المواعين بدل ما يبقى فيها ارهاق ساعة ولا ساعة ونص، ممكن تخلصيهم في نص ساعة ولا حاجة. لما انت تكوني مرتبة مثلا مواعينك من مثلا الحلل مع نفسها والاطباق مع نفسها. ودي اخر حاجه بقى ما بنعملها. مش ببقى عايزه ابطل غسيل في الحوض والرخامه، ببقى صراحه مستنيه الوقت ده، عشان ده اكتر منظر الواحد بيحس براحه نفسيه لما بيكون الحوض بالنظافه والمنظر ده. اي نعم المواعين بتتعب، بس لا في الاخر لما بتيجي تخلصي حاجه زي دي جسمك بيسخن، بتكوني عايزه تخلصي كل حاجه ورا بعض وانتي مش حاسه. بص المنظر يشرح القلب كده ما شاء الله. بعد كده بنخش على البوتاجاز، بنشرب باور او بقى خلطه الخل والكربونات وصابون المواعين، وبنسيبه 10 دقايق. انا مثلا برشه وبغسل المواعين، وفي الاخر بقى يكون كل حاجه دابت، واروح بقى جايبه فيه سلكه كده خاصه انا مخليها دي للبوتاجاز. دي بقى بمسك كده مسافة ما بدعك دعكة خفيفة، ايه الدنيا بتبقى تمام خالص، بتمسك العين كل حاجة بالإزاز بتخليها صراحة قشطة. بعد كده اجيب فوطة مبلولة واغسل بيها البوتاجاز كده مرتين تلاتة. واخر حاجة بعملها فوطة نظيفة كده، وفي نفس الوقت تكون ناشفة. ليه؟ عشان دي اللي بتلمع لي البوتاجاز وتخليه كده كأنك جايباه جديد. انا البوتاجاز ده بقاله معايا 8 سنين، وما شاء الله حلو. هو بدأ يبقى بطيء معايا، بس لا حلو شغال. بعد كده نجهز نفسينا بكوباية ايس كوفي ساقعة كده في الحر ده، ونقعد كده على روقان، ويكون شقتنا نظيفة بالمطبخ نظيف، ونشربها كده واحنا قاعدين كده نتفرج على النظافة اللي حوالينا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.